دول غربلوا الناس بشكل كبير جدا، فظهرت الجيد وظهر الرديء بشكل كبير جدا، وشهر المنافقين، وظهرت المطبلطيه في جميع الاوقات. المطبلطيه اللي هم بيطبلوا في كل شيء، وانا شايف المطبلطيه دول يسيئوا الى الناس الصادقه اكثر ما هم يفيدوها. ان هم دايما بيطبلوا لاي حد، ما يفرقش معاهم هذا الرجل له مبادئ ايه ولا 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 ولا. فاعتقد الفن هيتغير الفتره القادمه نتيجه انك لما تلاقي في قيادات لا تحب هذا الشكل من النفاق، صحيح، فتجدي ان كل الناس هتحترم، ولن يكون. عشان كده انا قلت يعني القرار بتاع سياده المشير السيسي ان هو راجل يشتري رضا الله بسخط الحاكم وسخط دول العالم الكبرى بهذا الشكل، فيجازي الله سبحانه وتعالى بحب الناس بهذا الشكل. يعني دائما بتجد الزعامه، يعني ايزنهاور في امريكا، هتلاقي شارل دي جول في ناس انتصرت في حروب. انا شايف الحرب بتاعتنا على الاخوان هنا اشد بكتير قوي من الحرب ضد عدو. ان انت بتتكلمي على ناس عايشين معانا وكنا نطلق عليهم انهم اخواتنا ولا اقصاء لاي فصيل و لغايه ما لقينا الناس دي بتقتل الناس وهم في البلكونات دون اي سبب. المشاهد دي على الكوبري والترويع والارهاب والتهديد بالتفجيرات اللي هي طبعا التفجير ده لابد ان يموت فيه ناس ابرياء معديين كده ماشيين طبعا. فبالتالي الناس دي لا تنتمي لهذا البلد، وبالتالي انت في حرب مع ناس من ولذلك